عسلامة. اليوم باش نعملوا مرقة قناوية بالحمر علوش. القناوية هي نظفتها، نحيت لها الراس وهي ما فيهاش برشا شوك، اما ميسالش هاكا نبرشوها هكا بالسكينه ومن بعد نغسلوها كما تشوفوا. هذايا 150 غرام قناويه معها البصل، وهذو ملفحات نتاعها، مغرفه طماطم، مغرفه فلفل احمر، ومغرفه صغيره ملح. وهذايا اللحم نتاعنا. نبداو نحطوا الزيت ونحطوا البصل، نقليوه بالكدا بالكدا. ومن بعد في الاخر بالكل باش نزيدو كعبتين طماطم مقصوصين ترانشات هذاك، نحطوهم وقت اللي نحطو كعبات القناويه. توا باش نحطو مع البصل روح اللحم نتاعنا، هلا الزيت مع البصل والثاني، نحطو بالصحات نديرو الطماطم والملح، نحطو الفلفل الاحمر، نكملو نحركو لهنا. هاكا مرقتها صايي، باش نخليك اللحم هذاك يطيب مع البصل، ومن بعد نرجعوا باش نوريكم بقيه المراحل. نطوع باش نحطوا القناويه ونخليوها تغلي. في الاخر بالكل نزيدو نحطوا طرنشات الطماطم وقرن الفلفل، وتوا نحطوا قرن الفلفل ونحطوا طرنشات الطماطم ونخليوها تكمل تقر زيتها. وهذايا صحن القناويه متاعنا حضر. شوفوا ما شاء الله كيفاش كل كعبه طايبه في حقها. هايكا هذيك الطماطم نتاعنا، وراهي ما تجيش خاطره برشا وما تجيش جاريه برشا. وجربوها وقولوا لي رايكم في التعاليق، وما تنساوش الاشتراك في القناه خاطر فما برشا مشاهدات وبرشا يشاهدوا في الفيديوهات وما همش مشتركين. فاتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد، وما تنساوش تحطوا لي الجيم المزيانه نتاعكم. وشاهيه طيبه.